نحتاج إلى دولة تنظر على حد تصريحها هي إلى البلدان الإسلامية على أنها بقرة حلوب، ولا نحتاج إلى دولة تجعل أمن إسرائيل ومصالحها أول همها وآخره، ثم تضحي بسائر البلدان في سبيل ذلك. ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها، ولا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز. فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة؟ ولو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان جيش الكيان الصهيوني، فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا عنكم؟ إننا نحن المسلمين جميعا لا نزال نذكر جيدا كيف أن التحالفات السورية الحشد من جهة، وافتقاد قوة داعمة ذات عمق استراتيجي واستغلال تسليحي من جهة أخرى، كان سببا في هزيمة العرب أمام الكيان